الطاجين تحت الطلب. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله. جبت لكم هذا الطاجين هذا الرائع البسيط لكن المذاق روعه روعه والله العظيم. كنتمنى يا ربي تكملوا لا فيديو الى الاخر، وخا نتوما ما طلبتوش مني هذا الطاجين انا مأكده غادي يعجبكم، لان واحد السيده صراحه ما تنعرفهاش ولقيتها كتطلب مني بانني نوجد لكم يعني طويجنات بالنسبه دابا للبرد وكنوليو نستعملوا الطواجن. هادشي علاش وجدت هاد الطاجين وقلت نشاركه معكم ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم واكيد غادي يعجبكم. بسم الله على بركه الله. غندوزو ان شاء الله نشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. اول حاجه عندي هنايا عندي واحد شويه ديال المعدنوس مع الثومه مقطعين رقاق رقاق رقاق. هذا سر من اسرار الماكله ديالكم الا بغيتوها تجي مزيانه. دائما الربيع والثومه قطعوهم رقاق مزيان. وهنا عندي شويه ديال واحد الوريقه ديال عصات موسى، هنا واحد كما شفتوا طريف ديال الحامض، وهنا واحد البصله اللي مقطعاها مربعات صغار. هنايا عندي واحد جوج حبات ديال الحار، شويه ديال العنب مجفف، وواحد القياس ديال البرقوق. بالنسبه للعطريه عندي القرفه، سكينجبير، شويه ديال كما كنقولوا المروزيه، وهنا شويه ديال البزار والخرقوم والملح. هذه بالنسبه للعطريه. والبطاطا اللي غادي نخضروا بها ان شاء الله، وهنا واحد الحبه ديال البصله اللي غادي نحتاجها في الاخر، وزيت الزيتون كذلك. دابا غادي نبداو ان شاء الله في الطريقه. وهنا الطاجين ديالي اللي اختاريت اليوم هذا الطاجين هذا هو صغير، ولكن بالنسبه لدو بيرسون يعني كافي. كما شفتوا عندي هنايا الحيمه ديالي هذا النوع هذا اللي هو ديال المنج. غنصفيها شويه من الماء لان كنت غاسلاها. هاد الحيمه كما شفتوا. اول حاجه غنزيد عليها شويه زيت زيتون، وغادي نزيد العطريه كامله هذه كما شفتوا. وغادي ناخذ بالنسبه لهاد البصله غادي ناخذها كامله، وهاد الربيع والثومه ما غناخذهمش كاملين، غنخليه واحد شويه، غادي نبغيه في المرحله الاخيره ان شاء الله. من بعد غنخلط هادشي ديالي، يعني نخلطوا هاد الحيمه مزيان بهاد العطريه هادي. وحاجه وحده كما قلت لكم، الماكله الا بغيتوها تجي بنينه قطعوا الربيع مزيان. كما شفتوا من بعد ما شرملت هاد الحيمه ديالي راه باقي ما حطاش كاع الطاجين انايا فوق البوطيله. لاحظتوا كتهزوا داك الحيمات اللي عندكم وكتخليو هاد البصيله كلها كتهبط لتحت، كتفاداو الطاجين يتحرق ليكم. ومنها هي كتكون لتحت كتطلق لينا داك الماء. يعني الطاجين راه ما كنديرش فيه انايا الماء. بالنسبه للناس اللي اول مره كتشوف القناه ديالي، انا ما كنديرش طاجين فيه الماء. كما قلت لكم، والناس اللي معايا من ديما راه كانوا شايفين وعارفين بان ما كنديرش الماء في الطاجين. وهذا الطاجين اللي خلاني نشاركه معكم صراحه واحد السيده قالت لي عافاك بقيت شاركي معنا الطويجنات، راه جربت واحد الطويجين ديالي وعجبها، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الطاجين اللي كيجي الصراحه رائع رائع رائع. دابا غناخذ هاد البطيطه هاد البصله ماشي بطاطا، البطاطا راه كملناها. غناخذ هاد البصله نقطعوها هكايا مشنفه. البصله كتر ما درتو عاوتاني مزيان. انا راه هذه هي الوحده الاخيره اللي بقات عندي، داكشي علاش مال كنكثر كثر. ولكن مع الطويجين نيت اختاريت هذا اليوم شويه صغير، يعني يلا غتجيني هي هذيك. هانتوما كما شفتوا البصيله كتحلوها مزيان وكتحطوها في الفوق ديال الطاجين. من بعد ما حطيت البرقوق ديالي على هذا الشكل، دابا غناخذ هاد الحارات هادو وهاد الطريف ديال الحامض وهاد الوريقه ديال عصا موسى حتى هي. ودابا غناخذ هاد العنب ديالي
المهم الطاجين راه صغير تيجيب لي الله بحال كنلعب دابا في هاد الطويجين. الربيع والثومه كما قلت لكم اللي غادي نخليهم في المرحله الاخيره. دابا جا الوقت ديالهم، غادي نحطهم فوق من هاد الطاجين كما كتشوفوا. هنا غنزيد واحد الرشه ديال القرفه اللي مطحونه، واللي بغى يحطها تاع عواد من الفوق تحطوا. الطاجين ديالي حطيته فوق العافيه كما شفتوا. قبل ما نسد عليه كما قلت لكم غنزيد واحد شويه ديال الملحه باش هاد البطاطا وهاد البصيله وهاد الشيء اللي عندنا الفوق حتى هو يجينا بنين. صافي، ودابا غنسد على الطاجين ديالي. اجي نديرو طليله على الطاجين من بعد ما بدا كيغلى وطلعات داك الغليه، وشوفوا راه بدا كيخرج الماء ومازال غيخرج الماء لان البصله كما شفتوا راه ما فيش نقطه ديال الماء. دابا غنشوفوا هاد القمح هذا اللي درت كيتسلق. المهم القمح هو هذا كما شفتوا كتسلقوه مع شويه ديال الملحه، وكتبقاو مره كنحيدوا داك الكشكوشه ديالو كنحيدوها ونحسوا به يعني تسلاق ورطاب. مره ندوقوا منه، علاش لا؟ يعني ملي بان لينا طاب صافي كنحيدوه كنصفيوه كنخليوه حتى يبرد، ومن غيبرد غنشوفوا اشنو غنزيد عليه. هانتوما يا مره الطاجين راه كيبغي تراقبوا غير هكا من جنب، اما تبقاو حل سد لا صراحه الطاجين ما كيبغيش تبقاو تحلوا وتسدوا. شوفوا كيفاش هذا، يعني الا غفلت عليه اولا الا كانت البوطه مجهده راه كيبدا يفيض لكم الطاجين، يعني ردوا البال غير هكايا في الغطاء ديالو. المهم كما شفتوا انا دابا راه تيبان ليا جاي طالع على صوص. هانتوما كما شفتوا الطاجين راه ما فيش نقطه ديال الماء، ما فيهش. شوفوا شحال طلق ديال الماء، والبصله عاد راه ما كثرتش اليوم كما قلت لكم، ما بقاتش عندي البصله. هانتوما شوف ملي كتبان لكم الخضره اولا البطاطا دخلها الطياب وتحسوا حتى اللحيمه حتى هي دخلها الطياب، ديروا واحد المعلقه هكا وحطوا الطاجين الغلاقه عفوا، حطوا الغطاء هذا ديال الطاجين باش كيبقى منفس هكا شويه الطاجين منها، ما كيفيتش لكم الطاجين ومن هذاك البخار ديال داك البلول كيخرج كيتبخر وكيبقى لينا طويجين ناشف وفيه غير داك الزويت. الشليده ديالي اللي غنرافق ان شاء الله مع الطاجين. كما شفتوا القمح من بعد ما تسلق وبرد شنو غنزيد؟ غادي نزيد واحد مطيشه صغيره مقطعه بالقشور وبالزريعه بكل شيء ليها. خليتها بالزريعه لان هاد القمح هذا كيكون شويه ناشف، هادشي علاش قطعتها بالزريعه ديالها وبالماء ديالها باش هكا كتفزق لينا شويه هاد القمح هذا وما كيجيش ناشف. وعاد زدت هنايا الرمان عاوتاني غادي يعطينا داك الحموضه وغيعطينا داك الفزوقه والقرمشه في الشلاطه ديالنا. وهنا غادي نزيد هاد الروكولا اللي غتعطينا شويه ديال الحروره مع شويه ديال القرمشه وهاد اللون الاخضر الرائع. هنا غادي نزيد عليهم شويه ديال وهنا كما غتشوفوا معايا عندي شويه ديال الخل، شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه، وغادي نزيدهم على الشلاطه ديالي صافي وغنخلط العرض ان شاء الله. الطاجين ديالي وجد، اجيو نشوفوه كيفاش جا. بسم الله على بركه الله. هانتوما الطاجين ديالي كيفاش كيجي، شوفوا كيفاش كيجي شي حاجه اش غنقول لكم، ما غنقول والو. جربوه وما غاديش تندموا عليه، لان غير المكونات بالنسبه للناس اللي بداو معايا لا فيديو من الاول، بالنسبه للمكونات ويعني الطريقه ديال التحضير كل شيء كيبان، يعني ما غنزيدش نقول عليه شي حاجه اكثر. كما كتشوفوا طاجين ما غنقول والو عليه، ما غادي نقول حتى شي حاجه، غير الصوره ديالو كتبين، ما غنقول والو. هانتوما كتشوفوا الطويجين كيفاش داير. كما شفتوا رافقت الطويجين ديالي بهذا الخبيز هذا ديال الدار، حتى هو كيجي رائع. الخبز اللي كيتقرص في اللاطه، وهذا راه ديجا كان عندي في الكونجيلاتور، يعني ماشي عاد طيب، كون عاد طيب دابا عاوتاني حاجه اخرى. ورافقته كذلك الطاجين مع هاد الشليده هذه
اللي كتجي شي حاجه زوينه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بهذه الطريقه هذه، لان طريقه جديده في تحضير الشلاضه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. وكان هذا هو العشيوه.